احذروا. بل بعض الناس يردد كلمة ويل لمن سنها من الله، وهو كلمة هذه تكثر دائما: ترى لا تأخذ سيارة مطوع ولا مرة مطوع. يرددون الناس هذا الكلام. قالوا ليه؟ قال مرة المطوع يغض بصره ويقضي شهوته في عياله فقد أهلكها، وأما سيارته فيهبد بها في المحاضرات. أسألكم بالله، يقول هذا مؤمن؟ هذا كفر مخرج من الملة. احذر، احفظ لسانك. كنت في مجلس يوما من الأيام فسخر بي رجل، أسأل الله أن يهديه، فقلت له أنا في المجلس، قلت أسألك سؤال؟ قال نعم. قلت الله أذلك أنت وأمثالك. قال إيش؟ قلت إن أصابك مس من الجان أين تذهب؟ سكت الرجال. قلت رد علي، فين تروح؟ والله أن تجيني أنا أن نقرأ عليك وندفل في خشمك. فسكت الرجال. إيش؟ قلت والله من السنة إذا قرأت أني أنفذ فيك، والله أن ندفل في خشمك. لا تستهزئ بالدين ولا تسخر. دخلت على رجل مسؤول في الدولة أنكر عليه، الله يصلح قلبه، في يوم رآني فاستهزأ بي، أنا سخر بي، هذه سنة يا رجال، الثوب هذا سنة. فلما دخلت عليه قال لي هلا هلا بالقطري يستهزئ. جلست عن يساره وسلمت عليه. قلت أخرج ابن الأثير في كتابه النهاية، قال أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب القطرية. قال أهل شرح الحديث هي الثياب التي تصنع بلا رقبة، فنحن أصحاب السنن هداك الله. سكت الرجل. قال تفضل. قلت أزيدك ولا أعلم أن عالما مجدد يطبق هذه السنة كأمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله أن يصلح قلبك. فسكت الرجل. قال تفضل. فأنكرت عليه وبيننا يوم الميثاق. فاحذر، بعض الناس ما شغلته إلا يتصيد للدين. أعجب من بعضهم من السنة سنة يثاب فاعلها، وهو الثوب إلى منتصف الساق. هذا الجهال يقولون غلو، ليس غلو أيها الجاهل، هذه سنة. الواجب فوق الكعب، ما أسفل من الكعبين إيش؟ في النار. هناك حد أدنى وحد أعلى. الحد الأعلى منتصف الساق، قال العلماء بداية عضلة الساق. هذا إزرة محمد صلى الله عليه وسلم، مو بنا ولا أحد العلماء. فبعضهم إذا رأى المتشدد يطالع فيك، شوف كيف ثوبه، ويمر عن يمينه شاب لابس الموضة الجديدة هذه اللي يسمونها البرمودا، لابسها تحت الركبة، ما يقول له كلمة. وإذا شاف مطوع، قال الله الذين يلمزون إيش؟ المتطوعين. قال ابن عثيمين كل من تتبع عثرات أهل الدين فيه صفة من صفات المنافقين حتى يتركها. احذر احذر حفظك الله. صلوا على الحبيب.